بما اننا في شهر 12 يعني كلها ايام معدودة علشان نوصل 2023 وكمان في امتحانات في شهر واحد، فدي يعني هتكون بداية مشرقة ومليئة بالتفاؤل. ويعني حبيت اعمل حاجة جديدة، وبصراحة ما لقيتش غير عمي وعم العالم الحاج سانتا او بابا نويل، يعني مشي حالك. وفي الفيديو ده هنشوف الفرق بين دي سي ومارفل في الكريسماس. يلا بينا. سانتا كلوز أو بابا نويل نشأ في المجتمع الغربي، ويقال إنه مستوحي من قديس اسمه نيكولاس في القرن الرابع، وكان معروف بالسلام والخير، وإن سانتا كلوز في الأصل خيال ومش حقيقي. ظريف، كنت فاكر كلامك له معنى تاني خالص. بس في عالم الكوميكس هو شخصية حقيقية، وزيه زي كل الشخصيات اللي في الكوميكس. وابا الله 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 يا بلادنا، الله يا بلادنا، الله يا بلادنا، الله يا بلادنا، الله أكبر. وكان أول ظهور ليه في العدد 34 من المجلد الأول من سلسلة سترينج تيلز. أما قصته الكاملة كانت في سنة 2006 في عدد اسمه مارفل هوليداي سبيشال، وخد بالك 2006 ده تاريخ ميلادي ها. والعدد ده كان بيحكي عن إن سانتا كلوز كان شخصية خيالية ليها أشكال ومظاهر كتير، لكن بسبب طاقة الحب والمشاعر اللي كانت بين الناس وبينه خلته يتحول ويكون شخصية حقيقية شعر ودقن زينا، كتجسيد لطاقة الحب والسلام. وكان بيعيش في القطب الشمالي مع مراته والغزلان والأقزام بتوعه، وكمان عنده قدرات خارقة كتير زي استغفر الله العظيم يعني الخلود والتنقل، ومعرفة واسعة باللي بيدور في العالم. ومش كده وبس، لا بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده، وتغيير شكله والتحكم في الأحجام والتحكم في الطقس وغيرها كتير. ومن هنا سانتا كلوز بيكون موجود مع شخصيات وقصص كتير، ومنها لما راح حارب شخص شبهه وكان بيأذي الناس في قصة بيتر باركر سبايدر مان. وكل القصص دي كانت في عالم إيرث 616 كون مارفل الرئيسي، لكن في قصص تانية في عوامل تانية من مارفل، وكان آخرها العدد السابع من ديدبول، واللي كان بتحكي عن إن في طفلة كانت نازلة علشان الهدية بتاعتها ولكن مفيش حاجة لقيتها. والغريب في كده إن برضه كل الأطفال حصل معهم كده، وساعتها قرروا إنهم يخلصوا منه وراحوا عند ديدبول علشان ينفذ الطلب. ايه الطفل ده؟ ايه الطفل اللي انا قابلته في الحضانة ده؟ ولكنه بيرفض بحجة إنهم مش هيقدروا يدفعوا تكاليف المهمة، لكنهم بيطلعوا له شنط مليانة بالفلوس، وديدبول بيوافق ويروح علشان يخلص على سانتا كلوز. ايه الطفل ده؟ ايه الطفل الأسطورة اللي انا قابلته في الحضانة ده؟ ومرات سانتا بتهجم على ديدبول، ولكن ديدبول بيرفعها ويخليها تدله على مكانه، وتقول له مرات سانتا إنها سعيدة جدا علشان سانتا هيموت وإن هي زهقت منه، لحد ما يتقابل ديدبول وسانتا مع بعض. وديدبول بيقول إنه جاي يخلص عليه علشان هو نسي الأطفال، ويقول له طز في الأطفال، طز في الكريسماس، طز فيك أنت كمان. طز في كل حاجة. وسانتا يكشف عن نفسه، ويا ريته ما كشف عن نفسه، وتبدأ معركة ما بين الاتنين لحد ما ديدبول بيكسر رجل سانتا، ولما يجي يخلص عليه ما يقدرش، ويقول له انت ليه ما عملتش الهدايا للأطفال. ومرات سانتا بتقول له ان المسؤول عن كل ده واحد من الأقزام واسمه تنسل، وانه كان المسؤول عن تركيب وتوزيع الهدايا، لكنه حب يشتغل في مصنع ويبيع اللعب دي بدل ما يوزعها، لكن سانتا رفض، ولكن تنسل فضل مصمم وخد باقي الأقزام ومشي. وسانتا بقي كده من ساعتها. وديدبول بيقرر يروح عند تنسل، منها يخلص عليه ومنها يحلل الفلوس اللي خدها، وفعلا بيروح ويخلص عليه وترجع الأقزام، وسانتا بياخد ديدبول لفة علشان يوزع الهدايا معاه. وديدبول بيكون فرحان جدا وهو بيرمي الهدايا على دماغ الناس. ونيجي بعد كده عند الدي سي،
واللي هي ما ذكرتش تفاصيل كتير عن سانتا كلوز زي مارفل، وتقريبا نفس الأسباب ونفس القدرات. وكان أول ظهور ليه في العدد الأول من سوبرمان كريسماس أدفنشر، والأحداث دي كانت في إيرث 2، واللي كان من أحداثه سوبرمان ولويس كانوا بيعملوا حملة للتبرع بالألعاب، والحملة دي انتشرت جدا لدرجة إنها وصلت لسانتا وهو بيقراها على الجورنال، متعرفش بقى جابها من أنهي كشك في الشارع، وبيتحدوا مع بعض علشان يوزعوا اللعب على الأطفال. أما بقى في كون نيو إيرث سانتا شرير وبلطجي لحد ما بيتقتل على إيد لوبو. وبالمناسبة احنا عملنا حلقة كاملة مخصوص على لوبو، فروح اتفرج عليها وتعالى. ولكن زي ما كلنا عارفين إن لوبو كداب وبتاع كلام، فممكن تكون القصة دي غير موثوق فيها. وكمان ظهر في العدد الثاني من سلسلة DCU هوليداي باش، وإن سانتا كان كل سنة يروح عند دارك سايد ويديه شوية فحم ويمشي، ودارك سايد بيطور نظام الحماية والأمان بتاعه، وبرضه سانتا بيعدي كل ده ويديه الفحم ويمشي. انت عيل بيضان والله بيضان. وفي العدد 623 من سلسلة Adventure of Superman بيحكي سوبرمان إنه قابل سانتا كلوز وساعده على توزيع الهدايا علشان الغزلان بتاعته كانت عيانة. ونيجي بعد كده على كون برايم إيرث، ولو تهت مني في الأكوان الكتير دي روح برضو اتفرج على الفيديو بتاع لوبو علشان احنا شرحنا فيه أكوان دي سي المتعددة. وفي كون برايم إيرث بيكون ظهوره في سلسلة نيو ييرز إيفل، وبتكون في قرية خيالية اسمها كاندك واللي كان فيها بلاك آدم، واللي برضو اتكلمنا عنه فروح شوف الفيديو تعالى. المهم بيكون في بنت زعلانة وبيجي بلاك آدم ويسألها هي ليه زعلانة، وتقوله إنها كانت بتستنى سانتا كلوز علشان الهدية. فبلاك آدم البنت بتصعب عليه ويقرر يروح عند سانتا ويوصل، وتبدأ معركة بين سانتا كلوز وبلاك آدم، وتنتهي بإن بلاك آدم هزم سانتا وقال له على مكان كاندك وإنه لازم يوزع هدايا عليها، وتنتهي القصة. وبس كده، وكده يبقى قصة سانتا كلوز في الكوميكس دي سي ومارفل خلصت. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، وبس كده. كل سنة وانتم طيبين، سلام.